ما قدرتوش تحللوا الحوار تاع التبون، وقدرتوا تحللوا حوار تاع ملك محمد الشيشاني تاع المغرب. هو حوار تاع التبون ما قدرتوش تعملوا ليه تحليل. لما قال احنا خسرنا ملايين الدولارات، هو هذه ما حللتوهاش. هو لما قال خسرنا مال قارون ما حللتوهاش. هو لما حكى على البشر والطوماطيش ما حللتوهاش. يا ورحتوا تحللوا كلام ملك تاع بلاد اخرى. هو دوكا راه غيدك الحال على حوار او على خطاب تاع ملك، وما غيدكش الحال على وكان ما جبتش الجزائر ما تحبوش الخطاب تاعو. لو كان ما جبتش الجزائر اسمعني نقول لك حاجه على الرئيس تاعك اللي ماهوش فهم ما معنى كلمه برغماتيه. هاو صحابها السبه، هاو رفدوا الصحفي هذا صحاب لي راه سباه. لو برغماتيه صحاب لي راه سباه، جاب ليه الشرطه رفدوه. هاو برغماتيه. انت تحكي وحدك، انت تحكي وحدك. واش راهو صاري في البلاد. انت ماكش تحكي وحدك. او اسمعني، ما راكش تحكي على الدراهم اللي قال لك مال قارون ذهب الى البوليزاريو. هاو تحكي على غلط. هاو استنى هاو تقول هذاك مال قارون. خليني نهضر معاك، تهضر وحدك. يا والرب العالي راهو يحكي مع الشعب الجزائري، ماهوش يحكي مع النظام الجزائري. هو قال لكم هو العالم الاخر راهو قال لها على النظام واليد ممدوده هو على الشعب الجزائري. وهذا اكبر دليل على ان ملك المغرب هذا تاعهم ماهوش عامل فيزا لينا. هاو ندخلوا صون فيزا للبلاد. حب يستضيف ويحتضن كل من هو جزائري. يا واش بيكم؟ رابحه هاي نسمع فيك. الرئيس تاعنا هاو قال خسرنا مال قارون وملايين الدولارات على الصحراء. كيف حبيتوا لن تنحاو عليها؟ واش بيك انت ماكش تشوف الحوار هذا ولا كيفاه؟ هاو نقول لك ان خطاب اسمعني، حتى هذا اكبر دليل على ان خطاب الدوله الاخرى يكون واضح قابل للتحليل، عكس الخطاب التبون الذي هو خطابه غامض وكانه من دوله بوركينا فاسو. مظلم والله ما تفهمه. الان اسد الشرعي الجزائري عمل خطاب تاع التبون. صعب فهموا رواحكم. وانا اسمعني لو كان انت جزائري حر كون راك تحكي على الدراهم اللي راهو قال عليها التبون راهي راح. هاو اسمعني، هاو 200 مليون هذه لمن راحت؟